بالاسئله بموضوع بهم كمان كل اللبنانيين. بتسال ريتا شمالي، بتمنى عليك يا رواد تسالوا عن النازحين يلي صاروا برميل بارود بلبنان وبالملايين. هلا رواد، انت بدها اختنا ريتا بدها تسمع الاجابه؟ ايه اكيد طبعا. ايه طيب اوكي، تسمع الاجابه؟ ريتا شمالي خليفه تفضل. انا بقول لك هلا هي قصه النازحين ما بدنا نضلنا نتاجر فيها كثير. ليه نتاجر؟ بس في واقع لبنانيه عم بيعانوا، طول بالك ان كان امنيا ان كان طول لي بالك شوي يا اخي رواد، طول لي بالك. يعني هلا نحن ما عم نعاني امنيا من اللبنانيين اللي عم يتسللوا من الحدود. هلا صاروا السوريين هن اللي عم يعملوا لكم الازمه بلبنان، وانتم اللبنانيين قاعدين عانين يا استاذ رواد. يعني لا لحظه إيه طب ما احنا عندنا لبنانيين رايحين جايين على الخط عم بيقتلوا بالسوريين. طيب انتم عم تعملوا عمليات عسكريه كمان. إيه طب وانتم كمان اعملوا، شو ناقصكم انتم؟ السوري اللي بيثبت انه هو ايده، طول بالك، السوري اللي بيثبت انه عم بيمد ايده على لبنان بطريقه خطا او بطريقه تمس بالامن، الله لا يرده. بس هذا الملف يعني موضوع اللاجئين يعني طوشونا فيه الشباب يعني كمان. كيف طوشوا؟ يعني نحن بال 2006 لما فتحنا ابوابنا لاهلنا اللبنانيين ما لنا للاجئين. والله عيب يعني عن جد عيب يا استاذ رواد، والله عيب. هدول منهم لاجئين. بعدين في نقطة اللي انعش الاقتصاد اللبناني الفترة الماضية هن السوريين. بس حاجتنا نحكي كمان اللي استأجر 3/4 البيوت الفاضية بلبنان سوريين، اللي حط اموال الى اول ما الى اخر بالبنوك اللبنانية سوريين. فما بدنا نحمل كمان. هلا احنا عم نحكي قدام الامم المتحدة، احكوا قد ما بدكم، بتقولوا مليون، بتقولوا مليون و200، بتقولوا اللي بدكم اياه. انتوا احرار، لكن اخي ما في عندكم عمالة انتوا هون موجوده سوريا من زمن الزمانات. طيب بس هدول لاجئين اليوم عم ياخذوا هدول لاجئين. انزل يشتغل بالباطون، العامل اللبناني اللي بده يشتغل بالباطون ينزل يشتغل مطرح اخو صبحه، ما في مشكل. اللي بده يشتغل بالبلوكات ينزل يشتغل مطرح العامل السوري. السوريين انتم كاعضاء مجلس الشعب لتردون على بشو العامل اللبناني ما له علاقه باللجوء. انسى العامل، ما له علاقه. تعملوا كسلطات سوريه لتردون. اخي العزيز، المصالحه الوطنيه اطلقت مشروع انه اللي بيحب يرجع على سوريا ابواب سوريا مفتوحه له. هلا انت بتعتقد اللي مستاجر بيت بفردان ولا بالحمراء بالداون تاون هذا لاجئ لبناني سوري؟ ولو يا استاذ رواد اللي عم يدفع 40,000 و50,000 دولار بالسنه اجره بيت غير المدارس اللي حط اولاده فيها، هذا لاجئ سوري هذا؟ كيف بدك تسميه لاجئ يعني؟ ايه في بعض الحالات اللاجئين، وشفنا جماعه 14 كيف دعموهم بالاكل الفاسد، بس هذا الكلام ما بدنا نضلنا نغني فيه. يعني نحن كشعب سوري زينا والله زينا. اللبنانيين مصدر قلق اليوم لغالبيه الشعب اللبناني. بشو؟ كيف شو معقول لك يخلوا جماعة 14 يخلوا جماعة 14 تبعد عن السوريين، والسوريين ما بيتزعرنوا. لا تروح تغريهم بالمال وبالتهديد انك بدك تعمل هيك وبدك تعمل هيك مشان يكونوا السوريين متهمين بقلب لبنان. هذا الكلام ما هو وارد يا استاذ رواد. نحن شعب له كرامته. كمان انتم اللبنانيين لما بتكونوا ضيوف عنا بنحطكم على راسنا من فوق، فانتم كمان خلوا شوي صدركم واسع علينا. في شيء الانسان اكيد مفصول، بس وقت بصير له تبعيات. احنا عم نحكي على شق الكرامه تبعيه المواطن السوري اللي هون، ما له لاجئ، هو ضيف عندك على عيني وراسي، هو من اهل الدار على عيني وراسي، بتكرمه اهلا وسهلا فيه. بس اذا صار نص الدار بس ولكن ان شاء الله يكون بقلب الدار. نحن 3/4 لبنان اصلا ماخذين ستات سوريين او نحن متجوزين لبنانيين، طب ما نحن من اهل الدار، يعني انه شو المشكله العظيمه عندكم؟ ماني فاهمان. هلا ما قادرين تتحملونا، هلا ما قادرين اللبنانيين يقولوا الا لاجئين لاجئين لاجئين. كل ما بيمر 1000 ولا 2000 بيقولوا كل ال2000 لاجئين. يعني نحن عم نمر على الحدود بيعتبرونا من اللاجئين كمان. شو هالحديث هذا يا استاذ رواد؟ الاعداد هي المتضخمه اللي عم بيحطوها. السوريين اللي بلبنان بتدعيهم يرجعوا على سوريا؟ على راسنا، بيروحوا على بلدهم على راسنا. وانا طرحت، شوف يا استاذ رواد، في مواضيع الواحد ما بيحكي فيها، بس السوري اللي حابب يرجع على بلده، الوزير علي حيدر ولجنه الشؤون الاجتماعيه بقياده الوزيره كندا جاهزين يامنوا له المكان المناسب ليقعد فيه. وانا بدعي السوريين من خلال هالشاشه هاي، يا اخي اطلعوا ارجعوا على بلدكم بقى مشان ما تسمعوا هالكلمه هاي بقى. هذا يكون حل اذا